الأطفال العراقي. هذا المخيم هو خامس تجربة لجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفي الصحافة المكتوبة في إطار مخيمات الأطفال. هذه السنة اخترنا مركز أصيلة، كذلك بالنسبة للشعار هو التطوع روح المواطنة المسؤولة، لما لحمولته من مبادئ يجب أن تتكرس لدى الأطفال: التطوع، المسؤولية، والمواطنة. نحن خلال هذه تجاربنا استطعنا أن نفرز مجموعة من الأطر التربوية ذات التجربة التي تساعدنا على بلورة مشروعنا البيداغوجي ومشروعنا التربوي الذي ناقشه المكتب الوطني وأقره، والذي يهدف إلى تنشئة الأطفال تربويا، وكذلك أن يقضوا داخل المخيم فترتهم فترة التخييم بروح جماعية، بروح مسؤولية. وقد توزع البرنامج إلى عدة محاور، من بينها الورشات التي تهم التشكيل، السينما، المسرح، وورشات تعنى بحقوق الإنسان، منها حقوق الطفل، كذلك فيما يتعلق بالمواطنة. ولدينا حصص قارة بالنسبة للأناشيد ذات الحمولة التربوية لغرس مبادئ التسامح، مبادئ المساواة، مبادئ احترام الآخر. وكذلك يتضمن البرنامج خرجات لمعرفة محيط المخيم طنجة وأصيلة. طنجة سنزور بيت الصحافة الذي يعد من بين الإنجازات التي تمت خلال ال5 سنوات الأخيرة. سيكون هنالك عرض لمسؤول المخيم الأستاذ سعيد كوبريت لشرح أهداف ومبادئ وغايات بيت الصحافة. سيزور الأطفال العديد من المواقع الأثرية، كما أنهم سيتجولون بمدينة أصيلة في مدينتها العتيقة ويطلعوا على مونوغرافية هذه المدينة. هذه هي أبرز ملامح مخيمنا التربوي. العدد 150 مشارك، 100 من الدار البيضاء و50 من الرباط. السن من 8 سنوات إلى أقل من 15 سنة. فين هو؟ كان غير هنايا، غير في هذا. كان هنا؟ كان هذا. هذا اللي هذا؟